اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلوات ينفك بها الكرب وينزال بها الهم ويستجاب بها الدعاء ويرفع بها البلاء. ازيكم عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بكم في قناتي البسيطة جدا. انا أمورة، فلو لسه لأول مرة بتشوفي القناة اضغطي اشتراك الموجودة تحت باللون الأحمر، وكمان اعملوا لايك للفيديو. فيديو جديد وروتين جديد. النهاردة حبيت اشارك معاكم روتين يوم الجمعة، وده اول فيديو يعني في روتين يوم الجمعة اصوره في القناة. فعايزه اقول لكم ان يوم الجمعه المره دي بالنسبه لي كان يوم صعب شويه، رغم اني بحب اليوم ده جدا وبحب ان انا اكون عامله له طقوس كده ويعني بحب اكون متهيئه له كويس. بحب اعمل مثلا طقوس يوم الخميس، اللي هو بقى نروق البيت كويس ونعطره بقى كويس، بحيث ان احنا نصحى الصبح ما وراناش اي حاجه غير يا دوب مثلا نصحى كده. بصوا احنا متعودين في بيت بابا، ربنا يديله الصحه، ان احنا بنصحى كده يوم الجمعه يعني بنحط الاكل على النار، الغدا على طول. يعني احنا بنطلع من الصلاة بتاعت صلاة الجمعة بنتغدى، بنحط الغدا بنتغدى، فبنصحى كده يوم الجمعة مثلا على ريحة الاكل بقى. فدي طقوس يوم الجمعة بالنسبة لنا. ولكن اللي حصل معايا المرة دي ان انا كنت تعبانة جدا من يوم الخميس. يعني يوم الخميس كنت مصورة معاكم حتى فيديو، بس هو لسه ما نزل لكمش، اللي هو كان تنظيف عميق لغرفة النوم يعني وكده. مش تنظيف عميق، كنت يعني تنظيف اسبوعي. فالفيديو ده ان شاء الله ممكن ينزل لكم بكره او بعده، يعني على حسب. لسه هعمل له مونتاج ومونتاج وفويس اوفر وكده. فلسه يعني لو قدرت ان انا امنتجه النهارده ممكن ينزل بكره ان شاء الله. ف يعني كانت الغرفه بتاعت غرفه النوم عندي كانت اخده بقى مجهودي، وخصوصا يعني في الفتره دي عشان حمل وكده، فمجهودي شويه محدود. فاللي انا عملته ايه بقى، جيت عملت الغرفة مثلا كانت تنظيف عميق، وبعدين عملت الغدا. وبعدين بقى خلاص انا مش قادرة، حسيت ان انا تعبانة مرة واحدة. مالك يا أمورة؟ ايه اللي حصل؟ ولا اي حاجة، هو كده مرة واحدة تعبانة همدانة. اللي هو روحي رايحة مني، عايزة اقعد كده في ركن كده واعيط لوحدي، اللي هو هرمونات بقى ولخبطة وكده. فاللي هو ايه، وبعدين كنت طالبة حاجات من بره، كنت طالبة فراخ وكده، والمفروض ان الفراخ دي عايزة تتنضف دلوقتي. طب هدخلها التلاجة وهي مش متنضفة؟ جوزي ربنا يبارك له يا رب كان جايب خضار وهو جاي. الخضار ده انا عمري ما هدخله التلاجة غير لما التلاجة تكون مترتبة، اللي هي مشتريات اسبوع مثلا. طب انا هعمل ايه؟ هقوم اعمل التلاجة دلوقتي وارتب الخضار دلوقتي واعمل الفراخ دلوقتي؟ كمان كان في مثلا كان في ايه تاني، كان في مانجا عايزة تتعمل عصير. يعني برضو ما كل ده خير في البيت، ولكن الانسان لازم يعني يحافظ على الخير ده. وزي ما بنقول كده، او زي تيتا الله يرحمها ويسامحها ويغفر لها هي وجميع موتانا وموتى المسلمين يا رب، ويلحقنا بالصالحين. تيتا كانت بتقول ايه؟ لم النعمة تلمك. طب انا دلوقتي هتصرف ازاي؟ بصراحة كنت خلاص بقى، اللي هو حسيت في الوقت ده يعني ايه مسؤولية. حسيت لما كنت اصحى مثلا بالليل الاقي ماما مثلا، انا نايمين كلنا، ماسكه مثلا بتعمل حاجه معينه، حاجات بتتفرز مثلا او كده، اقول لها ماما انت لسه صاحيه لغايه دلوقتي؟ تقولي حرام الحاجه هتبوظ وهنتسال عليها. فاللي هو ادركت بقى المعنى ده دلوقتي، ولكن انا ما عملتش كده. خلينا صراحه وخلينا نكون واضحين مع بعض. حسيت نفسي تعبانه، طب انا هعمل ايه؟ المهم اخدت الفراخ زي ما انتوا شايفين كده، او زي ما هتشوفوا ان شاء الله، ورحت لفاها كده في بلاستيك راب وحطاها في التلاجة. قلت هتتغسل الصبح، مع ان ابدا ابدا يعني ما اعملش الحركه دي. اللي هو هي الفراخ بتبقى جايه متنضفه وعليها ليمون ومتظبطه وكل حاجه، ولكن انا بحب الحاجه تبقى جايه من بره، الفراخ تبقى جايه من بره، واغسلها على طول مثلا هكذا، وابدا بقى ان انا افرزها او اشوف هقسمها ازاي، او على الاقل اكون غسلاها الغسله التمام بتاعتي. وابدا بقى احطها في التلاجة حتى لو هقطعها تاني يوم. ولكن انا ما قدرتش. الخضار بصراحه رحت لماه كده وحطاه في درج التلاجة. المانجا دي بقى كان فيها مانجا طريه، دي خفت انها ما تقعدش لتاني يوم، فروحت اخداها كده وغسلاها وخلاص. يعني كنت بعملها كان ناقص اعيط كده وانا بعملها. فروحت قطعتها وظبطتها وخليتها وعملتها عصير في التلاجة، اللي هو انقذت ما يمكن انقاذه، اللي هي ايه؟ المانجا دي مش هتقعد لبكره، فدي هعملها. وبعدين بقى رحت داخله السرير، اللي هو انا داخله هنا عليا اعيط، ورحت نايم. انا ابدا ما بنشرش طاقه سلبيه، ابدا ابدا ابدا. ولكن اللي انا بس عايزه اقوله لك ان هو ما تجيش على صحتك او ما تجيش على نفسك لو انت حاسه ان انت مش قادره.
الحاجة مش هتهرب. ومش انا يعني انا الحمد لله واعوذ بالله من كلمة انا عشان ما بحبهاش. ولكن يعني كل يوم قبل ما انام بحب ان انا اكون مرتبة البيت كويس، او مش البيت كله، على الاقل ان مطبخي يكون نظيف، الحوض بتاعي يكون نظيف. انا اللهم لك الحمد عندي غسالة اطباق. هتقولي لي يعني عندك غسالة اطباق وواقفة بتغسلي مواعين يا اختي؟ اقول لك والله الملح بتاع الغسالة خلصان، فانا لسه مضطر ان انا هجيب ملح يعني وكده، هنزل بكرة ان شاء الله. هجيب ملح. على فكرة النهاردة السبت، والنهاردة يعني الفيديو هينزل لكم النهاردة. فالغسالة والله نعمة، اللهم لك الحمد، يعني ربنا يبارك فيها. الغسالة نعمة. واي حاجة لو انت بتجهزي، لو اي حاجة شايفاها مثلا هتسهل عليكي وقفة المطبخ والحاجات دي، لا هاتيها. هاتيها، وحتى لو هتضحي مثلا بحاجات في المقابل ملهاش لازمة. يعني انا اتنازلت مثلا عن حاجات بالنسبة لي انا من وجهة نظري انها ملهاش لازمة، او قعدت على الفاضي او كتيرة. حاجات كده اللي هي ايه، طقوس فارغة، معلش. لكن اجيب مثلا جهاز ينفعني، هيسهل عليا وقفة المطبخ وقت زي ده، مثلا وقت حملة او وقت شتاء مثلا، مش قادرة ان انا اقف واغسل المواعين والحاجات دي، لا هتنفعني وهتصد. لكن هستفاد ايه مثلا لما يكون عندي 60 70 80 فوطة، ومش عارفة كام ملاية، ومش عارفة كام ايه وكام مش عارفة ايه؟ ليه؟ ليه؟ احنا بنتطرق مواضيع كتيرة، بس اللي انا عايزة اقوله لك يعني ان انت ما تجيش على صحتك وما تجيش على نفسك. واي حاجة هتسهل عليكي حاولي ان انت توفريها لنفسك. في ناس بتسأل مثلا كتير على جروبات مثلا عندهم غسالة اطباق وكده، بيقولوا نجيب دهب مثلا ولا نجيب غسالة اطباق. انت شوفي انت محتاجة ايه، يعني انتي ادرى باحتياجاتك. تعبانة ومش قادرة، وممكن ناس مثلا بيبقى عندها مشاكل شوية في الوقفة. الوقفة على فكرة كتيرة دي غلط، بتعمل دوالي وبتعمل حاجات، يعني المهم انها مش كويسة، عشان ما افتيش يعني كتير، بس هي مش كويسة. فيعني انتي شوفي انتي دايما احتياجاتك ايه. انا مش هحكم عليك واقولك لا هاتي دهب وشيليه وده زينة وخزينة ومش عارفة ايه وامني نفسك والحاجات دي، ولكن انا ادرى باحتياجاتي. هل انا محتاجة الغسالة ولا هل انا محتاجة الدهب؟ بس المهم يومي بقى النهاردة بدأ من قبل الفطار، يعني من بعد الفطار على طول. زوجي يعني يوم الجمعة برضو بيبقى عنده شغل، ربنا يقدره يا رب ويوسع في رزقه هو والجميع يا رب. فمن بعد الفطار بقى الصبح، يعني بعد ما مشي وكده، مش هقول لكم ان انا بقى قمت زي الشطوره وخلصت اللي ورايا، لا كنت محتاجه انام عادي. دخلت نمت وصحيت على قبل الظهر كده، بقى ايه، فتحت الشبابيك كلها. وبحب الطقوس انا بقى بتاعت يوم الجمعة، فهو كده يوم الجمعة هيهرب مني؟ لا ما ينفعش. صحيت بقى كده وعملت المواعين، وفضلت بقى استغفر كده طول ما انا قاعدة. وكانت اذاعة القرآن الكريم طبعا شغالة، دي عندي في المطبخ ما بتفصلش. انا بحبها وبحب استمع ليها. ساعات بتسمعي خطب او او معلومة مثلا دينية تستوقفك كده، تبدأي مثلا تفكري فيها او تستفادي معلومة جديدة انت اول مرة تسمعيها، او حكم ديني مثلا، سواء ميراث مثلا او حاجات من دي. انا هنا طلعت الفراخ من التلاجة وبدأت ان انا اغسلها بايه، بغسلها بملح ودقيق وليمون بس، ولا بحط جنزبيل بقى بودرة. ولا بحط بصل بودر وتوم بودر، الحاجات دي انا اوفرها اتبل بيها الفراخ ذات نفسها. طبعا مش بحط خل، لان انا عندي اقتناع تام ان هو بيثبت الزفارة اللي بيثبت الزفارة اللي في الايه، اللي في الفراخ يعني، او اللحوم عامة. المهم بقى يوم الجمعة كان المفروض ان انا اعمل فويس اوفر، وكان المفروض ان الفيديو ده هو اللي ينزل مش الفيديو التاني. ولكن انا ما قدرتش ان انا اعمل الفويس اوفر، او اللي هو ان انا اسجل الصوت. كنت مجهدة، فالمجهود ده كان هيبقى باين عليا ان هو صوت طاقة سلبية كده. وانا ابدا ابدا مش بحب ان انا انشر طاقة سلبية ولا اي حاجة من دي. بالعكس انا حاسة ان انا حابة القناة علشان اشارك معاكم فيها حياتي البسيطة جدا. بحاول احفزك شوية، تنظيف شوية، وفي نفس الوقت بتشجع انا كمان معاكم. لكن ابدا محبش ان انا انقل طاقة سلبية لحد. فما كنتش قادرة ان انا اعمل فويس اوفر وكده، ما حبيتش، فاهمين؟ وفي نفس الوقت كنت حاسة ان انا محتاجة ارتاح. انا مش عارفة اليومين دول مالي في ايه، يعني ان شاء الله خير، ولكن يعني ايه، ما حبيتش ان انا انشركم طاقة سلبية كده، او فاهمين؟ وكمان لسه القناة في الاول، فهيبقى من اولها طاقة سلبية. طب استنوا لما ناخد على بعض شوية. لا بجد والله.
بحب كده القنوات اللي هي تتكلم كده، بتحسي بتفاؤل كده، بتديكي طاقة. على فكرة انا بتابع اليوتيوب جدا، يعني انا مثلا مش مجرد صناعة محتوى وخلاص، لا بالعكس، يعني ده انا بحب اليوتيوب جدا جدا جدا. وده ممكن كمان اللي دخلني حتى المجال ده، ان انا بحب اتفرج على قنوات الروتين، بتشجع حتى وانا بعمل مواعين مثلا او بنظف اي حاجة، بحب ان انا اشغل فيديو جنبي لاي قناة مثلا انا بحبها. انا مش هعمل بقى زي قنوات اليوتيوب اللي يقولك انا مش بتابع قنوات مصرية وبتابع قنوات مش عارفة ايه وقنوات مش عارفة ايه. مالهم القنوات المصريين؟ مالهم؟ انا بتفرج على قنوات مصرية ومية فل وعشرة محترمين كده وفي حالهم. فبحب اتفرج كده عليهم وانا مثلا برتب البيت وكده. جبت هنا بقى الفراخ وهقطعها. بصي هي الفراخ ما شاء الله كانت كبيرة، انا كنت طالبة 2، يعني كانت كبيرة، كانت ممكن 3 كيلو. فبحب بقى اشيل الجلد كله، يعني الجلد انا كده كده هقطع الصدور دي بانيه، وهقسمها كده مثلا في اكياس. هقسم كل صدر يعني على 2، يعني زي ما انتوا شايفين كده يا جماعة. يعني الفرخة بيبقى فيها صدرين، فكل واحد هيبقى في كيس. تمام. ليه؟ يعني مرة مثلا هطلع نجريسكو، مرة مثلا اعمل بيكاتا بالمشروم، مرة مثلا اعمل الصدر مثلا ممكن اعمله على كفتة رز. تمام. الصدر التاني اللي هو ممكن لو احتجت مثلا اكتر من صدر او حاسه ان الصدر قليل، هطلع من البانيه التاني مثلا. لكن بانيه مثلا صريح كده لا، يعني جوزي مش بيحبه قوي علشان يعني مقليات وكده، واحنا مش بناكل مقليات كتير والزيت يعني كده، فالواحد لا بيتأزم شويه من الموضوع ده. لكن ممكن ان شاء الله لما نجيب اير فراير نبقى ناكل بقى بانيه براحتنا. لان انا نفسي فعلا اجرب الاير فراير يعني. ولكن برضو عند ناس قرايبي بيقولوا لي ان مش كل الاكل فيها زي ما احنا متعودين، فبرضو لسه ايه يعني، عارفين اللي هو عايزه اجيبها بس مش يعني مش متحمسه قوي، او انا عايزه اجيبها قوي بس محتاجه حد يقول لي مثلا نوع كويس يطلع لي الاكل زي ما احنا متعودين كده. المهم بقى ايه، نشفت كده مكان الفراخ اللي هو بقى الدم كده بقى والميه والحاجات دي، وحطيت الفراخ تتصفى عشان اقطع البانيه. زي ما قلت لكم الاول، انا شلت حته اللي هي الموزه اللي جوه دي، قلت ايه ممكن دي تنفع معايا كطبق او حاجه، او اقطعها مثلا على الكبد والقنصه اللي هي بتاعت الفرختين دول، ومثلا حتى لو فطار او عشاء او حاجه. ولكن لا، حسيت اللي هو لا، الصدر يا دوب. انا مقطعه البانيه كبير شويه لان كده كده هيتقطع تاني اصلا، يعني هي مجرد التقطيع بس تسهيل. يا ريت بقى لو وصلتوا لغايه هنا من الفيديو ده يبقى كده انجاز طبعا. المهم بقى ان انتوا تشتركوا في القناه، وكمان تعملي لايك تحت يعني لو الفيديو عجبك. ولو الفيديو ما عجبكيش قولي لي نوعيه الفيديوهات او الفيديوز يعني اللي احنا نحب نشوفها الفتره الجايه ونعملها مع بعض. واستنوا محتاجة كمان رأيك في حاجة. يعني عايزين نثبت مثلا ميعاد للفيديو ان هو ينزل فيه. فاحنا مثلا نحب ننزل الفيديو يعني مثلا على الساعة 7، ولا بدري شوية على الساعة 5، ولا على الساعة 9. هو يعني كله في التوقيت يعني في اخر النهار شوية. ولكن هو اليوتيوب المفروض ان هو بيقول ان احنا نشوف الجمهور بتاعنا اللي هو اصلا لسه يعني ما كملناش 100 100 مشترك على القناة. ولكن برضو بيقولك ان انت المفروض تشوفي يعني المشتركين بتوعك حابين يشوف الفيديو في انهي وقت. فانتوا يعني اكتبوا، يعني قولولي على ميعاد يكون مناسب كده كويس لعرض الفيديو. واستنوا مني على فكرة، انا هنزل فيديو كل يوم ان شاء الله. المهم قطعت بقى الفراخ زي ما قلتلك، حطيت كل ربع كده لوحده. مثلا هطلع اسمه ايه، نجرسكو مثلا، ممكن اعمل جنبها سمبوسة او اي حاجة مثلا، يعني يبقى في مثلا اكلة رئيسية وفي حاجات برضو جنبها بتسندها. احنا مش من الناس اللي هي بتملي السفرة اشكال والوان حتى لمجرد العرض مثلا والتصوير، لا. ولا مثلا عامله القناه عشان اوريكم بزغ الحياه، لا، روتين عادي، اسره عاديه جدا والحمد لله. يعني نعمه كريم زي ما بنقول. جيت هنا بقى عشان اجهز الغدا، فاخدت الوراك، ما كنتش عايزاها تغيب قوي، فالورك جبته كده على 3. أه حطيت معلقه كده من السمنه البلدي، وشوحت فيها الفراخ مع فلفل اسود ومستكه وحبهان وبصلايه، بس قطعتها كده على 4.
ده اللي انا عملته. هقلب بقى كده كل شويه الفراخ كده، جبت الماسك كده بتاع الحله وشقلب شقلب شقلب. بس يعني هي مجرد بس ما المسام بتاعتها تتقفل حلو قوي. كان عندي بقى ايه، كنت عامله من اول امبارح كده تقريبا فاصوليا باللحمه. فانا بقى طلعت نصحى وشلت منها طبق، او كنت مزوده شويه في الكميه عن الكميه المعتاده اللي انا عارفه ان انا هاكلها، او ان انا وجوزي يعني هناكلها. وقلت ان هي تبقى يوم الجمعه كخضار جنب الاكل، عشان يعني يوم الجمعة ما اقفش بقى اعمل مثلا ملوخية او اخرط ملوخية او اعمل بسلة تاني او اعمل فاصوليا بس. فطبعا يعني شلت طبق، حسيت ان انا بقى ايه خلاص، ده انا كده بقى يعني شطورة بقى، اللي هو طلعت ناصحة ووفرت مجهود يعني. طبعا ملوة الغسيل دي اساسي عندي كل يوم كل يوم. وجيت هنا بقى عندي الطرقة مسحتها، الطرقة دي عندي جنب التويلت يعني اعزكم الله. طبعا التويلت ده اساسي كل يوم بيتعمل. فمسحتها كده برضو ايه سريعا بالموب. عندي هنا البخاخ اللي انا فضيت منه ده بيبقى ايه، مش ديتول، لا دوني، عليه شوية مية صغيرين، عليه شوية كلور مركز، معلقة كده مثلا من الكلور. وبعدين بحب كده ابخ منه في الارض وامشي كده بالموب مرة واحدة كده، خلاص الارض 100 فل وعشرة. جيت بقى نبدأ بقى طقوس يوم الجمعة. اخدت بقى عملت البخور، انا بستعمل ده اللي هو معمول البدر اللي هو الاماراتي. عندي بخور تاني انواع كتير قوي لان انا بصراحة بحب البخور جدا. بس وطبعا شغلت سورة الكهف وقلت نستمتع بقى بروايح يوم الجمعة. جعلها ربي جمعة خير علينا وعليكم يا رب.